بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي ينتصر على الجونة 2-0 ويتصدر جدول الدوري الممتاز. بيراميدز يسحق غزل المحلة بثلاثية نظيفة. مصطفى العش لاعب نادي زد قريبا في النادي الاهلي. احمد قندوسي يشكر جماهير النادي الاهلي بعد تعاقده مع نادي سيراميكا كليوباترا لمده 3 مواسم. امام عاشور يودع كهربا على طريقته الخاصه. النهارده يا جماعه كان في مباراتين من الجوله الثامنه من جدول الدوري الممتاز. كان النهارده بيراميدز بيلاعب نادي غزل المحله، وقدر بيراميدز يتفوق على ابناء شوقي غريب 3-0، مع ان شوقي غريب وفريق غزل المحله فريق صعب المراس في لعبه. شوقي غريب عمل منه فريق كويس. قدر النهارده بيراميدز يكسب 3-0 ويصل للنقطة 17 خلف النادي الأهلي بنقطة وحيدة. المباراة الثانية حدث ولا حرج، الأهلي والجونة. إمام عاشور تقول السطور، تقول الجزار، قول زي ما تقول على إمام. تقدر تقول غاب وسام، جه إمام، غاب إمام يجي وسام. الطعابة والحلاوة دي أقسم بالله. الأهلي على طول بيجيب ناس حلوة. نشكر إدارة الأهلي على التعاقد مع إمام عاشور. بدأنا نحس بقيمته لما تشوف أرقام إمام عاشور. إمام عاشور في آخر 3 ماتشات جايب 6 أهداف من 7. آخر ماتشين جايب 5 أهداف. لعيب عالمي، لعيب من طراز فريد يا جماعه، لعيب بالبلدي كده، لعيب حريف. زي ما اصوات كتير كانت بتقول امام لسه ما جابش ربع مستواه مع نادي الزمالك، امال لما يجيب ال3/4 هيعمل ايه في النادي الاهلي؟ امام في الفتره الاخيره 70-80% من قوام الاهلي جوه الملعب. لما تشوف النادي الاهلي وكتر الاصابات وكتر الايقافات، الفرقه فاضيه، بس في امام ما بقتش الفرقه فاضيه. وخصوصا لما مستر مارسيل كولر طوره في الجانب الهجومي وداه في حته ثانيه. ورجع لفيديوهاتنا لما قلنا زمان ان امام عاشور لما بيلعب في الطرف عنده سبرنت، ياخد يمين ياخد شمال، لعيب حريف، بيلعب برجله اليمين بيلعب برجله الشمال، بيقتنص اي هجمه 1 على 1 1 على 2 1 على 3. امام لعيب خلصت فيك كل الكلام يا امام عاشور يا جماعه لعيب عالمي. النهارده النادي الاهلي امام عاشور كمان يا جماعه بيرد على الكابتن حسام حسن ويقول له انا هفرض نفسي عليك في المنتخب. ما ينفعش كابتن حسام حسن ما ياخدش امام عاشور. امام بيأدي ولسه مستنين منه كتير. النهارده النادي الاهلي عايزين نبطل نغمه اهل الشوط الثاني بس. احنا بقالنا ماتشين 3 بنشوف الكلام ده في النادي الاهلي. اهل الشوط الاول ما بقيش موجود، مش شايفين الاهلي في الشوط الاول. الاهلي في الشوط الثاني عالمي ضيع. الاهلي النهارده شباك نظيفه، مصطفى شوبير وشه حلو. الاهلي النهارده يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة. النادي الأهلي النهاردة بيرجع واحدة ورا واحدة. شوف أخلاق إمام وهو بيودع كهربا وبيسلمه جائزة مان اوف ذا ماتش. النهارده النادي الاهلي مستر مارسيل كولر لما قعد مع الكابتن محمود الخطيب وبدا يوعيه ويقول له احنا فكر غير فكر، بدأ يرجع لقواعده السليمة. ولازم نبارك لمستر مارسيل كولر النهارده الفوز رقم 100 مع النادي الاهلي. تخيل 100 فوز بقميص النادي الاهلي. الاهلي في مرحلة جاية في ضغط مباريات، هيلعب سبت، هيلعب اربع، هيلعب حد.
محتاج صفقات زي ما مستر مارسيل كولر طلع النهارده في المؤتمر الصحفي للمره الثانيه عشان يوجه نفس الرساله للاداره. احنا محتاجين صفقات، والصفقات لسه ما ظهرتش. جماهير النادي الاهلي مش هتقعد على كف عفريت لحد 8/2 عشان تستقر على الصفقات اللي جايه. النادي الاهلي النهارده قدم شوط تاني ممتاز مع عودة الإصابات في النادي الأهلي مع صفقات جديدة. النادي الأهلي عنده كمية مباريات مضغوطة جدا، فلازم يحافظ على كل لعبته. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لعشاقه، ألف مبروك لجماهيره. شكرا لكم، سلام عليكم.